الزمالك بطل السوبر الافريقي، الاحسن كسب، اللي اجتهد كسب، اللي ركز على ارض الملعب كسب. هنتكلم في كل حاجه النهارده بالتفصيل. لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا. ونبدا بقى بتشكيل النادي الاهلي اللي ابتدى بمحمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين، عطيه الله ناحيه الشمال، رامي ربيعه وياسر ابراهيم اتنين مساكين، وفي نص الملعب مروان عطيه، امام عاشور، اكرم توفيق، وفي الهجوم وسام ابو علي، حسين الشحات ناحيه الشمال، وبيرسي تاو ناحيه اليمين. ونروح لتشكيل نادي الزمالك اللي ابتدى في حراسه المرمى محمد عواد، ناحيه اليمين عمر جابر، ناحيه الشمال بنتايج، اتنين مساكين حسام عبد المجيد والمسلوسي، في نص الملعب دونجا وقدامه عبد الله السعيد وناصر ماهر، وفي الهجوم ناحيه الشمال مصطفى شلبي، ناحيه اليمين زيزو، قدام سيف الجزيري. ابتدينا الماتش وابتدى الزمالك عايز يعمل استحواذ سلبي، وفعلا الزمالك بيمسك كوره، واكتر 4 أو 5 مشتركين في الباص هم الاربعه اللي ورا، ومعاهم دونجا او بينزل لهم عبد الله السعيد. بيحاول ان هو ما يخليش الاهلي يمسك كوره عليه علشان يمنع خطورته وتبقى الكوره معايا مش مع الاهلي. وجوميز في الحته دي بيقدر ينفذها كويس جدا، لان هو مدرب بيحب الاستحواذ وبيحب ان الكوره تبقى معاه، ده في الماتشات الكبيره. ساعات بنشوف في الماتشات الصغيره حاجه غير كده، وفي ال3 ماتشات قدر ان هو يعمل الفكره دي، ان هو يستحوذ على الكوره ويمنع الاهلي من امتلاك الكوره. في اول 10 دقائق كان الاستحواذ بين الاثنين، الزمالك ماسك كوره، لكن الاهلي لما بتبقى معاه الكوره بيحاول يطلع بالهجمات. واول هجمه للاهلي كان فاول لاسامه ابو علي بيعمله من على ال 18، بيشوط في زاويه كويسه جدا لكن عواد بيشيلها. من بعد الشوطه دي بقى الموضوع كله منحصر في نص الملعب، لغايه الدقيقه 25 الزمالك هو اللي مستحوذ على الكوره، بيباصي في الاربعه اللي ورا ومعاهم دونجا وعبد الله السعيد، ده بينزل مره وده بينزل مره عشان يقدروا يطلعوا بالكوره، لكن الزمالك ما بيقدرش يعمل اي هجمات خطره على النادي الاهلي. وفي الدقيقه 35 الكوره مع اكرم توفيق ناحيه اليمين، بيعمل 1-2 مع بيرسي تاو، وفجاه بنشوف عمق ملعب الزمالك مفتوح على مصراعيه، اكرم توفيق بيكمل ومحدش بيقابله، تحرك جميل جدا من وسام ابو علي، بياخد حسام عبد المجيد ويطلع بيه بره الملعب، واكرم مكمل مش لاقي حد يقف قدامه او يقطع منه الكوره، لكن اكرم بيروح وبيحاول برجله الشمال يلحق الكوره ويشوطها ضعيفه جدا بتروح لمحمد عواد. بنلاقي ان الفار بيستدعي الحكم وبيقول له في تشيك بنالتي، بيروح الحكم ويبص عليها، بنتفاجئ ان المسلوسي دخله جامده جدا على اكرم توفيق بعد ما اكرم شاط الكوره. سيف الجزيري بياخد انذار للاعتراض، واللعيبه بتعترض بشكل كبير جدا، والجهاز الفني بينزل ارض الملعب، وبعد دقيقتين 3 بنلاقي جهاز نادي الزمالك بينادي على اللعيبه علشان يطلعوا بره. كلنا قاعدين بنتفرج متفاجئين من اللي بيحصل، الناس دي هتكمل الماتش مش هتكمل الماتش؟ ما بقيناش فاهمين حاجه. هي انت معترض على حاجه او انت حسيت ان انت اتظلمت، بس اللقطه في شكلها في الملعب مش حلوه، وبالاخص ان الماتش بيتلعب في السعوديه مش في مصر. بنوصل للدقيقه 44 بعد لما اتحسبت ضربه جزاء، واسامه ابو علي بيقف ينفذ ضربه الجزاء وبيسجل الجول الاول. بعد ضربه الجزاء نادي الزمالك بيحاول انه يرجع وبيمسك كوره فعلا، وبيعمل كذا كوره عرضيه ما بيتوفقش ان هو يسجل منها، وبينتهي الشوط الاول. ونروح على الشوط الثاني اللي ابتدى نادي الزمالك محتاج يرجع لانه متاخر في النتيجه، والماتش ده ما فيهوش اكسترا تايم، انت حتى لو اتعادلت هتروح ضربات جزاء. فالزمالك بيحاول ان هو بدري يقدر يجيب التعادل او يقدر يجيب التعادل والمكسب. الزمالك بادئ الشوط الثاني بشكل مغاير جدا، الاهلي مش هيقدر يستحوذ على الكوره، كل لما لعيب من الاهلي بيكون معاه الكوره بيلاقي 2 و3 بيضغطوا عليه. يعني مثلا ناحيه الشمال حسين الشحات معاه الكوره، بيلاقي عمر جابر ودونجا وراجع معاهم زيزو بيضغطوا عليه. الناحيه الثانيه بيرسي تاو بيحاول يستحوذ على الكوره، بتلاقي بنتايج وبتلاقي دونجا برضه رايح ناحيه الشمال اللي عمل ماتش ممتاز. بنوصل للدقيقه 62 وبيعمل جوميز تبديله الاول، بيسحب مصطفى شلبي وبينزل الصفقه الجديده كونراد مشلاك لعيب وينج شمال سريع جدا، وبتحاول تستغل سرعته في الهجمات بتاعتك، لكن برضو الزمالك ما قدرش يعمل هجمات خطيره. الزمالك فضل ماسك كوره، زيزو بيحاول، لكن زيزو في المستوى ده كان مستوى قليل جدا. في الوقت من الدقيقه 1 لغايه الدقيقه 65 زيزو ما ظهرش خالص، لغايه الدقيقه 69 زيزو بيشوط اول كوره ليه في الماتش، بتشوط الكوره الشناوي بيصدها على مره، ناصر ماهر داخل يكمل، الشناوي بيلحق نفسه وبيطلعها اوت. جوميز في الدقيقه 77 بيقرر ان هو يدخل ناصر منسي وعمر فرج الصفقه الجديده علشان يعمل هجوم اضافي، لان خلاص انا ما عنديش وقت ومفيش وقت ان انا الحق نفسي. لكن مشلاك ما قدرش يعمل الاداء الهجومي او الاضافه الهجوميه اللي كان مستنيها منه جوميز. بيرد عليه الناحيه الثانيه كولر بتبديلين، قفشه وطاهر مكان بيرسي تاو وامام عاشور، لان امام وتاو ما كانوش في مستواهم خالص. على الناحيه الثانيه بينزل عمر فرج
وناصر منسي علشان يحاول يضغط، وفعلا بنوصل للدقيقه 77 وبغلطه ساذجه جدا من يحيى عطيه الله. الكره خلاص معاك، انت رجعت خدت الكوره، بتحاول ان انت تعديها من الباك بكعبك، فبتخبط في ركبته وبتروح لعمر جابر. عمر جابر بيروح للجبهه اللي خلاص بقت فاضيه، بيطلع له رامي ربيعه وبيسيب مكانه، بيعمل عرضيه لناصر منسي اللي بيقدر يخطف ياسر ابراهيم وبيحط الكره في بطن رجله. جول التعادل لنادي الزمالك، وبتبقى النتيجه 1-1، وبيفضل الزمالك يحاول والاهلي بيحاول عن استحياء ان هو يسجل، لكن الفرقتين خلاص بيكونوا بيقفلوا الملعب لان الماتش رايح لضربات جزاء، وبتنتهي المباراه بالتعادل 1-1، وبنوصل لضربات الجزاء. في ضربات الجزاء اتعملت قرعتين، القرعه الاولى على المرمى والشناوي كسبها ان هو يلعب على المرمى اللي ناحيه جمهوره، والقرعه الثانيه على مين اللي يبدا او يخلي الفريق اللي قدامه يبدا، ودي كسبها زيزو اللي كان كابتن الزمالك ساعتها، وزيزو اختار ان الاهلي هو اللي يبدا. بنبتدي ضربات الجزاء، رامي ربيعه هو اللي بيخش يسدد الاولى بيسجلها، الناحيه الثانيه الزمالك بيسجل الاولى عن طريق عبد الله السعيد، بيسجلها بشكل كويس جدا. الضربه الثانيه بيخش عمر كمال للاهلي بيسجلها بشكل كويس جدا، وبيدخل للزمالك حمزه المسلوسي اللي بيسجلها على شمال الشناوي بصعوبه جدا. وفي حاجه، عمر كمال ورامي ربيعه احتفلوا احتفال غريب عليهم، انا ما بشوفش اللعيبه بتحتفل في اول ضربه وتاني ضربه، دي غريبه جدا. نروح للضربه الثالثه اللي بيخش للنادي الاهلي يحيى عطيه الله اللي تسبب في الجول الاولاني لنادي الزمالك، وفعلا بيصدها عواد بشكل ممتاز. بيخش النادي الزمالك ناصر منسي وبيسجل الضربه الثالثه، وبيسخر من الاحتفال اللي عمله لعيبه الاهلي في الضربه الاولى والثانيه، ويمكن بيزود عليها حته صغيره مش محتاجين نتكلم فيها. بيخش الضربه الرابعه للنادي الاهلي طاهر محمد طاهر وبيسجلها كويس جدا. وللزمالك بيخش حسام عبد المجيد بيشوط ضربه الجزاء اللي كان قريب برضه منها الشناوي ان هو يصدها، وده بحسها عيب جدا في الشناوي ان انت تروح على كوره وتكون قريب منها وما تلحقهاش. شايف ان الاثنين بتاعت حمزه وبتاعت حسام عبد المجيد كنت قريب جدا ان انت تصدهم. وبنروح للركله الاخيره للنادي الاهلي اللي بيخش عليها المسدد الاول للنادي الاهلي في ضربات الجزاء اسامه ابو علي، اللي بيحط الكوره في حته وعواد بيروح في حته، لكن في الاخر بتيجي في القايم وبتعلن فوز الزمالك بالسوبر الافريقي للمره الثانيه قصاد النادي الاهلي، والخامسه في تاريخ الزمالك كاجمالي. بس انا يا جماعه محتاج اقول رايي في الاثنين مدربين وفي التشكيلين وفي اللعيبه. انا اولا بشكر جوميز جدا 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 ان هو المره دي عمل اللي اي مدرب محتاج ان هو يفكر فيه، ماتش كبير ببطوله من ماتش واحد، يبقى انا ارجع كل لعيب لمكانه. عمر جابر رجعته باك يمين من افضل اللعيبه النهارده في الماتش، لعبت الباك الشمال اللي انت جايبه بنتايج احسن لعيب في الشوط الاولاني. بنتايج يا جماعه عمل شغل الشوط الاولاني مش طبيعي، اوفرلاب من بره بيعمله، اوفرلاب من جوه بيعمله، بياخد فاولات لصالح الزمالك وبيشد الزمالك لقدام، وهو مجرد باك شمال في اول ماتش ليه قصاد الغريم التقليدي النادي الاهلي، وده مش ماتش صغير على فكره. كمان خلى ناصر ماهر وعبد الله السعيد ان عبد الله السعيد يرجع جنب دونجا، ما تسيبش نص الملعب فاضي، انا عايزك دايما تبقى لازق فيه تساعده على الدفاع قصاد الاهلي، لان نص ملعب الاهلي المفروض ان هو جامد واحنا محتاجين نقفل عليه. اي نعم الاستحواذ بتاع جوميز كان سلبي، بس ده الثالث ماتش بيستحوذ على الكوره قصاد الاهلي. قولوا لي كده مين اخر فرقه استحوذت على الكوره بالكم ده قصاد الاهلي؟ نروح بقى لكولر. كولر انت تشكيلك ثابت تمام، ده تالت ماتش قدام نفس المدرب اللي بيمسك عليك كوره، ده تالت ماتش المدرب ده بيكسبك ماتشين وبتكسبه ماتش، والماتش اللي انت كسبته انت كنت عارف ان انت اوحش في الملعب. انت الماتش ده وحش في الملعب، اداء اللعيبه مش موجوده. طب انت بتلعب على الهجمه المرتده، طب انت بترجع وعايز تعمل هجمه مرتده، قول لي كده انا شفت الهجمه المرتده دي في انهي وقت بالماتش؟ انت عندك عمق الزمالك كان في مشكله باينه ما بين خط الدفاع وخط الوسط، ما قدرتش ان انت تخترقها، واللي اخترقها اكرم توفيق ومره وبالصدفه. يبقى انت ما عملتش الاداء وما اتفرجتش على الفرقه دي قبل ما تلعبها. انا حسيت ان جوميز اتفرج على الاهلي وعرف هو يعمل معاه ايه ويوقفه ازاي، لكن كولر ما عملش كده. جوميز كان ممسك ناصر ماهر لمروان عطيه. طب مروان عطيه ده كان دوره ايه؟ مروان عطيه ده هو المسؤول الاول عن خروج الاهلي بالكوره. مروان عطيه اتحرم من الخروج بالكوره، ناصر ماهر فضل له. طب دونجا ماسك لك امام عاشور مفتاحك الاول في الهجوم، هتروح يمين انا معاك، هتروح شمال انا معاك، هتنزل تحت اسيبك تنزل للعيبه اللي قدام علشان ما اسيبش فريقي ورا يضيع دفاعيا. انا بصراحه
شابول جوميز ان هو الماتش ده قدر يسيطر عليه بالطول والعرض. يمكن الشوط الاولاني كان مستحوذ استحواذ سلبي، الشوط الثاني كان بيجري ورا النتيجه، التحامات على الارض بيكسبها اللعيبه، بشوف 3 على 1 عشان يقطعوا منه الكوره. لعيبه الاهلي حسين الشحات عايز يلعب فردي ومش عارف، بيرسي تاو عايز يجري ومش قادر، حتى وسام ابو علي وصل للدقيقه 75 ومش قادر ياخد نفسه. وعلشان انت غلطان ان انت ما عندكش مهاجم بديل على مستوى المهاجم الاساسي، ما قدرتش تنزل مهاجم تاني وكملت بوسام ابو علي. انا محتاج حد يقول لي الاهلي امتى عمل خطوره على الزمالك؟ امتى عواد شال الكوره من جبهه اليمين؟ امتى عواد شال كوره انفراد؟ امتى دفاع الزمالك تعب مع هجوم النادي الاهلي؟ الماتش ده من اسوأ ماتشات الاهلي ومن احلى اشواط الزمالك في السنتين اللي فاتوا. ده رايي، وانا كنت شايف ان الماتش ده كرويا اضعف بكتير من اللي احنا تخيلناه. احنا ادينا للماتش ده اهتمام كبير جدا، لكن في الكوره وفي الملعب ما كانش فيه اي حاجه من دول. حاجه اخيره، التنظيم في السعوديه مخلينا نشوف حاجه احنا ما بنشوفهاش عندنا في مصر. انا بتمنى نشوف ملعب زي الملعب ده، بتمنى اشوف تصوير زي التصوير ده، بتمنى اشوف كل شيء انا شفته في الماتش ده عندنا في مصر. نقطة أخيرة محتاج أتكلم فيها ومحتاجين نتناقش فيها بكل بساطة. لكل لعيب بيطلع على قنوات التلفزيون، لكل محلل أو صحفي بيظهر في برامج رياضية، بعد إذنكم يا جماعة محدش يقلل من نادي كبير. النادي الأهلي نادي كبير ونادي الزمالك نادي كبير. أي نعم ظروفه دلوقتي مش أحسن حاجة، بس ما تقوليش إن الزمالك وحش والزمالك ما يروحش الملعب أصلا. ليه يا عم؟ هما اللعيبة دي بتلعب برجل واحدة؟ هو انت بتتكلم عن نادي الزمالك؟ لا، نادي الزمالك نادي كبير ما ينفعش تقلل منه. اللي حصل المره اللي فاتت في ماتش اتحاد جده والاهلي ان جمهور اتحاد جده قلل من النادي الاهلي، وشفنا اللي حصل في الملعب. المره دي كابتن احمد بلال بالاسم قلل من نادي الزمالك. الكلام ده عيب وخلى لعيبه الزمالك نازله الماتش انا هكسب الماتش ده بكل ما اوتيت من قوه، هتجيب فيا جون هرجع، لو جبت فيا جونين و3 انا هرجع، لان انا ما تقللش مني ومن النادي بتاعي. واخيرا مبروك لنادي الزمالك مره تانية. وبكده اكون قلت لكم كل التفاصيل اللي حصلت في ماتش السوبر الافريقي بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. واهم حاجه لايك وشير وسبسكرايب. وانا ديبو وده ما لعبتش كوره.